السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين وعشاق الرياضة في كل مكان، متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أولا كده نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة على النبي نشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان تصلك كل أخبار الرياضة الجديدة بدون ما تتعب حالك وتغلب نفسك. الأخبار الرياضية هتجيلك لغاية عندك كل يوم. الفيديو فيه أخبار كتيرة وشيقة، كمل الفيديو لحد الآخر وما تنساش تضغط لايك واشتراك. أول حاجة هنبدأها بالنادي الأهلي ومشاركته في كأس العالم للأندية. النادي الأهلي هيبدأ مباريات كأس العالم للأندية إن شاء الله في 1 فبراير اللي جاي بإذن الله. النادي الأهلي هيستهل المشوار بتاعه مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي. أول مباراة يوم 1 فبراير إن شاء الله في المغرب. ولو الأهلي عدى فرقة أوكلاند سيتي إن شاء الله هيتقابل مع سياتل ساوندرز الأمريكي، وده هيلعبوا في الدور ربع النهائي، وإن شاء الله يعدي الفرقتين. لو النادي الأهلي عدى الفرقتين دول إن شاء الله هيتقابل مع فريق ريال مدريد الأسباني في الدور نصف النهائي. طيب إن شاء الله النادي الأهلي يحقق رغبات جمهوره ويوصل للدور نصف النهائي. بنتعشم في النادي الأهلي وفرقة النادي الأهلي خير بإذن الله. أول مباراة يلعبها النادي الأهلي مع أوكلاند سيتي زي ما قلنا يوم 1 فبراير. المباراة الثانية وإن شاء الله يشارك فيها هتبقى يوم 4 فبراير اللي جاي، دور ربع النهائي. دور نصف النهائي هيكون إن شاء الله مع ريال مدريد الأسباني. ده مشوار النادي الأهلي، وإن شاء الله يعمل حاجة ويوصل لأبعد من الميدالية البرونزية ويحقق الميدالية على أقل الميدالية الفضية إن شاء الله، وده مش صعب على ربنا بإذن الله. يكلف جهود فرقتنا بالفوز بالميدالية الفضية أو إن ما كانش النهائي يعني. طيب هنروح لمشوار الوداد والهلال السعودي. مشوارهم أسهل من النادي الأهلي بكتير، يعني الوداد والهلال هيقابلوا بعضهم في الدور ربع النهائي مباشرة، مش هيلعبوا الدور التمهيدي. الأهلي وأوكلاند سيتي هم الوحيدين اللي هيلعبوا الدور التمهيدي. اللي هيفوز من الاثنين هيقابل فلامينجو البرازيلي، واللي هيفوز ما بين فلامينجو البرازيلي والوداد المغربي والهلال السعودي هيصعد للمباراة النهائية. هيقابل مين؟ الله أعلم، ممكن يقابل أي فرقة من الأربعة، يا الأهلي المصري أو أوكلاند يا سياتل ساوندز الأمريكي يا إما ريال مدريد. بنتمنى إن النهائي يكون عربي مشترك. هو صعب ولكن مش مستحيل، مفيش حاجة في الدنيا النهاردة مستحيلة. بعد وصول الفريق المغربي للدور قبل النهائي في كأس العالم أصبح الكورة ما فيهاش مستحيل. هما بيلعبوا 11، إحنا بنلعب 11. هما بيفرقوا في المهارات شوية، إحنا بنفرق في المجهود، بنزود مجهودنا شوية. فأنا شايف إن الفرق إلى حد ما قريبة من بعضها. إن شاء الله النادي الأهلي بإذن الله يصعد للمباراة النهائية ويكون بيقابل فريق عربي بإذن الله. والمرشح الأكبر من الفرق الثلاثة العربية الوداد المغربي، لأنه بيلعب على أرض وسط جمهوره. ده مشوار النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية. تعالوا نعرف شوية أخبار تاني عن كأس العالم للأندية ونشوف إيه اللي بيجرى بالظبط فيها. نيجي بقى الجوائز مونديال كأس العالم للأندية بصفة عامة. بيبلغ جوائز كأس العالم للأندية بصفة عامة 16.5 مليون دولار مقسمة على ال7 فرق اللي هيشاركوا في المونديال. بمعنى صاحب المركز الأول هيحصل على 5 مليون دولار، المركز الثاني هيحصل على 4 مليون دولار، المركز الثالث هياخد 2.5 مليون دولار، المركز الرابع هياخد 2 مليون دولار، صاحب المركز الخامس هيحصل على 1.5 مليون دولار، المركز السادس هياخد 1 مليون دولار بس، المركز السابع والأخير هياخد نص مليون دولار. يعني صاحب المركز السابع هياخد نص مليون دولار بصفته مشارك فقط. لو تخطى الدور اللي بعديه هيبدأ يزيد. دي جوائز كأس العالم للأندية من المركز الأول لغاية المركز السابع. نيجي لأخبار النادي الأهلي النهاردة. اللاعب محمد شكري لاعب النادي الأهلي واللي كان باعوا النادي الأهلي لسيراميكا. النادي الأهلي بيفكر يرجع محمد شكري مرة تانية، خاصة إن اللاعب
عنده رغبة شديدة في العودة إلى فريق النادي الأهلي، بس بشرط إن النادي الأهلي يسدد 7 مليون جنيه. ده شرط كان متفق عليه الأهلي وسيراميكا. لو محمد شكري حب يرجع النادي الأهلي مرة تانية، الأهلي يسدد 7 مليون جنيه لسيراميكا. محمد شكري لعيب ممتاز ولاعيب هايل ولاعيب كويس جدا، ويعتبر من الأعمدة الأساسية في فريق سيراميكا. أحمد سامي المدير الفني فريق سيراميكا بيعتمد عليه بشكل أساسي، بيعد محمد شكري من العناصر والركائز الأساسية في صفوف سيراميكا. مسؤول النادي الأهلي فتح خطوط اتصال مع سيراميكا وبيبحث موضوع إمكانية عودة محمد شكري للفريق مرة أخرى من عدمه، خصوصا في الميركاتو الشتوي. بس أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا رفض الموضوع من حيث المبدأ، وقال لك ممنوع الكلام في الموضوع ده، بسبب إن محمد شكري زي ما قلنا من الأعمدة الرئيسية في فريق سيراميكا. النادي الأهلي بيكثف اتصالاته المستمرة علشان يحصل على خدمات وجهود محمد شكري. بس بصراحة يا جماعة النادي الأهلي بيجيب صفقات كتير بتبقى مش علينا ومكسرة الدنيا في الفرق بتاعتها، وأول ما بيجي النادي الأهلي محدش بيسمع عنه حواليه. يعني أرجو إن الأماكن اللي الفريق محتاجها يدعمها، والأماكن اللي أنت مش محتاجها نوفر فلوسها أحسن. يعني الأفضل إن إحنا نوفر فلوس اللي بتدفع في الناس دي. هتقول لي ما هو النادي الأهلي بيجيبها ويبيعها بنفس المبلغ أو بزيادة شوية. لا، حرام إن اللاعيبة دي طالما أنا مش مستفيد منها، حرام إن أنا أخدها من أنديتها، لأن النادي بيبقى عامل عليه، بيبقى شايل الفرقة اللعيب وظهر بمستوى ممتاز، ولكن بعد ما يجي النادي الأهلي ما تسمعش عنه أي حاجة خالص. اللاعب ساعة ما يجي النادي الأهلي يا إما بيلازم الدكة يا إما خارج التشكيل النهائي، زي كريم الدبيس ومصطفى سعد ميسي وغيره وغيره وغيره. يا ريت إدارة النادي الأهلي قبل ما تفكر تجيب لاعب، أرجو إن هي تفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما تجيب اللاعب وما تستفدش منه وتقعده احتياطي. سياسة إن أنا أخلي لعيب أساسي بصفة مستمرة ده بيكون فيه ظلم وعدم انصاف بين اللعيبه بالمره. يعني ما ينفعش لعيب يلعب اساسي على طول باستمرار وفي لعيب طول السنه ما خدش فرصه، زي علي لطفي. يعني علي لطفي كان مكسر الدنيا في انبي وعامل مباريات هايله وكان شايل انبي من على الارض وكان بيشارك بصفه اساسيه مع فريقه. اول ما جه النادي الاهلي ما سابش الدنيا ومحدش بيسمع عنه حاجه الا في الوقت الضيق، لما الاهلي بيتزنق على طول ما جاهز. طيب ليه انا ما جهزوش مثلا في وقت الضيق وفي وقت الشده وفي وقت غيره وفي وقت الرخاء والكلام ده كله؟ ده يبقى لازم طالما عندي لعيب وكويس لازم اجربه، حتى لو في المباريات السهله، المباريات اللي هي معلش ضغط فيها. يعني مثلا لو فرقت عن مثلا اقرب منافسيه في الدوري وليكن مثلا ب7-8 نقط، ليه ما لعبش مثلا علي لطفي مكان الشناوي واريح الشناوي مثلا، اديله فرصه مره واثنين وثلاثه، ألعبه في كأس مصر أي بطولة وبتبقى إلى حد ما الفرق سهلة شوية ولو في الدور التمهيدي مثلا. أما سياسة إن فيه لعيب يلعب على طول باستمرار دي بصراحة أنا مش بحبها، لأن ممكن تيجي تقع في مطب زي أكرم توفيق كان مدردك الدنيا ومكسر الدنيا في مركزه، ولما جه محمد هاني كنا اتفاجئنا ان محمد هاني بيقدم مستويات مع انه قعد فتره كتير على الدكه، وقدم مستوى ما شاء الله ما يقلش اي اهميه عن اكرم توفيق. والناس اللي بتقارن اكرم توفيق بمحمد هاني، محمد هاني بصراحه بيعمل مباريات هايله وما يقلش اي كفاءه عن اكرم توفيق. فارجو من اداره النادي الاهلي ان هي تفكر قبل ما تجيب لعيب مره واثنين وثلاثه عشان ما تدفعش فلوس كتيره، وخصوصا ان الفرقه اول ما الاهلي يتكلم عن اللاعب تلاقي النادي يطلب فيه عشرات الالاف. سعر اللاعب بدل ما هو مليون جنيه مثلا تلاقيه يقول لك النادي يقول لك هتاخده ب20 مليون جنيه للنادي الاهلي بالذات، ولو راح نادي صغير تلاقي اللاعب ده بيروح ب2 مليون او 3 مليون. طب انا اوفر الفلوس دي كلها؟ طب ليه يعني؟ وخصوصا ان انا عندي ناشئين من يعتبروا من افضل الناشئين في الدوري كله. يعني النادي الاهلي مطلع لعيبه لاغلبيه الدوري، لو جمعت اللعيبه دي كلها ممكن ياخدوا الدوري ذات نفسه. في لعيبه في سيراميكا، في لعيبه في الاسماعيلي، في لعيبه في انبي، في لعيبه في حرس الحدود، في لعيبه في طلائع الجيش، في لعيبه في اسوان، في لعيبه في كل فرق الدوري هتلاقي فيها لعيبه من النادي الاهلي، وهتلاقي اللعيبه دي بتأدي 10/10. هنبص على حسام حسن قعد شويه كتار ما بيلعبش، حتى ساعه ما كان بيدوله الفرصه كان بيديها له في وقت ضيق، ما تحسش ان حسام حسن هيعمل حاجه، حتى لو هو كان مارادونا ما كانش هيعمل اي حاجه. دلوقتي لما راح سموحه ما شاء الله
جاب هدفين وخد افضل لاعب في المباراة اللي فاتت دي بتاع سموحة. حسام حسن كان مكسر الدنيا في الماتش واحرز هدفين وفاز بيهم فريق سموحة بالمرة، وخد افضل لاعب في المباراة مان اوف ذا ماتش. يعني حسام حسن لو خد فرصة مرة واثنين وثلاثة وعشرة كان هيبقى أفضل لاعب في الدوري على ما أظن. أنا مش شايف إن حسام حسن يقل أي أهمية عن شادي حسين، يعني الاثنين يعتبروا في مستوى واحد. يمكن حسام حسن أفضل من شادي حسين بالمرة وأفضل من محمد شريف، بس النادي الأهلي بيفرط في الوسيله. تقول لي على سبيل الإعارة، أقول لك بصرف النظر على سبيل الإعارة ولا بيع نهائي ولا الكلام ده كله ده. الفينش أهم شيء. إحنا عندنا محمد شريف، شادي حسين الفينش بتاعهم مفيش. الماتش اللي فات فرقت معانا كتير. شادي حسين مش عارف يهدف، محمد شريف مش عارف يهدف، اللمسه الاخيره عندهم ضايعه نهائي. قفشه الماتش اللي فات عمل سبرنت في الهجمه المرتده اللي كانت يا ريته ما كان بصاها، يا ريته كان ضيعها. هو عمل فيها مجهود 10/10، وعشان اللياقه البدنيه لمحمد مجدي قفشه تعبانه ما قدرش يكمل. جه للفينش ما عرفش يتصرف. تحس ان محمد مجدي قفشه خايف لا يضيعها، مش عارف، خايف من الجمهور، ما تعرفش. اول مره اشوف محمد مجدي قفشه يعمل سبرنت وهو تحت رجليه الكوره. اول مره اشوف يعمل مجهود جبار بهجمه مرتده ضيعها. ليه؟ ما تعرفش. هل خايف من الجمهور يلومه، ولا هل هو واخد تعليمات ان هو ما يهدفش؟ ما اظنش ان كولر يقول له ما تهدفش. جات له الفرصه شوت على طول. انت كنت في موقف افضل من حسين الشحات بكتير، ورغم ذلك لعبتها للخلف لحسين الشحات. حسين الشحات ما بيلعبش بشمال، ودي كانت عيب في محمد صلاح انه كان ما بيلعبش برجله اليمين او ما كانش بيلعب بدماغه. مدرب ليفربول فضل ورا محمد صلاح لغايه ما عدل من محمد صلاح، خلى الميزه دي عنده كتير، ان محمد صلاح اصبح بيلتحم دلوقتي بدماغه وبيلعب برجله اليمين كتير. الميزه دي ما كانتش عنده. نفس الكلام بينطبق على حسين الشحات. النادي الاهلي عنده 4 مباريات في منتهى الصعوبه في الدوري العام. هيلعب يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله مع سموحه نصف نهائي كاس مصر على ملعب الاهلي والسلام. يوم السبت 21 يناير الاهلي هيلاعب الزمالك، مباراة القمة في الدوري الجولة 14 استاد القاهرة. يوم الثلاث إن شاء الله 24 يناير الأهلي هيلعب ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز في الجولة 15 في ملعب السلام. يوم الأحد 29 يناير الأهلي هيلاعب حرس الحدود قبل ما يسافر مباشرة. وعلى ما أظن ممكن المباريتين اللي جايين اللي هو الأهلي ضد، وممكن ال3 مباريات السبت 21 يناير اللي هي بتاع الزمالك، الثلاث 24 يناير الاهلي ضد البنك الاهلي، والمباراة يوم الاحد الاهلي ضد حرس الحدود. احتمال دول يتأجلوا، احتمال وبشكل كبير ممكن يتأجلوا بإذن الله، لان الاهلي مش هيبقى عنده فرص ان هو يلعب ال3 مباريات دول ويسافر مباشرة. يعني عنده مباراة يوم 29 يناير. كل دي كانت أخبارنا الرياضية. شكرا لكم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.